تنادي للنصر بلادي، عاشقين الروح الرياضية، جماهير الأهلي العربية، جماهير الكرة المصرية، احنا ولادها عايشين ترابها، تسند علينا بقى شوية، شجع والعب وبلاش تتعصب، الكورة جوان الكورة جوان، والحريف بيبان في الملعب، واللمسة جنان واللمسة جنان، شجع والعب وبلاش تتعصب، الكورة جوان الكورة جوان، والحريف بيبان في الملعب، واللمسة جنان واللمسة جنان، التالتة شمال اخوات ابطال، التالتة يمين اخوات يمين، التالتة شمال اخوات ابطال، التالتة يمين اخوات يمين، جماهير الاهلي العربية، جماهير الكرة المصرية، من غير عصبية يا فرق مصرية، يلا ايديكم في ايديا، جماهير الاهلي العربية، جماهير الكرة المصرية، من غير عصبية يا فرق مصرية، يلا ايديكم في ايديا. جماهير الأهلي العربية، جماهير الكرة المصرية، هيا تنادي للنصر بلادي، عاشقين الروح الرياضية، جماهير الأهلي العربية، جماهير الكرة المصرية، احنا ولادها عايشين ترابها، تسند علينا بقى شوية، شجع والعب وبلاش تتعصب، الكورة جوان الكورة جوان، والحريف بيبان في الملعب، واللمسة جنان واللمسة جنان، شجع والعب وبلاش تتعصب، الكورة جوان الكورة جوان، والحريف بيبان في الملعب، واللمسة جنان واللمسة جنان، التالتة شمال اخوات ابطال، التالتة يمين اخوات يمين، التالتة شمال اخوات ابطال، التالتة يمين اخوات يمين، جماهير الاهلي العربية، جماهير الكرة المصرية، من غير عصبية يا فرق مصرية، يلا ايديكم في ايديا، جماهير الاهلي العربية، جماهير الكرة المصرية، من غير عصبية يا فرق مصرية، يلا ايديكم في ايديا. رمضان حاضر. كابتن خلاص انسى اقعد يا علي. تعالى بره. لا اطلع لبره.
كلهم ضايعين النهارده. الواد حتى محمد علاء بس هو اللي صح. محمد علاء مش عارف اسمها 2004 يقولوا كده لوحدهم، دول تاخدوا بعض لوحدهم. انا اللي ابص عليهم. كابتن هو في ماتش ثاني ده خلاص اللي شفتهم خلاص. انت 2004 دول يا كابتن برضه، بس ما هنيجي نبص عليهم هيبقوا لوحدهم، ما تحطونيش معاهم 2003 و2002 اسمهم كل واحد. ايه؟ عرفه ناصر ايه؟ ماشي سيبه وخلاص. انا هياخد فرصه ثانيه 2004. اسمك ايه؟ سنة تدخل صباح عشان اعرف اقرا. محمد سنة ايه؟ عبد ايه؟ عبد رب. ماشي يلا خلاص دول. يلا يا كابتن رمضان. يلا الفرقة اللي بعدين فين؟ ثلاثة اهو. تاني.
تعالى تعالى. العب اهو العب يا بلال والله يا عمر الجد والله ما شاء الله شخصيته كويس. قول لهم ارجعوا على كرة الترابيزه. رمضان يلا يا كابتن العب يلا لسه تلعب رمضان اطلع بقى اطلع
في سنه ايه؟ مش مدرسة. يبقى مش في سنه 4 في سنه روح. في 2004 كداب. في سنه ايه؟ تمام تمام برضه تمام ماشي. شفت ده كداب؟ خلاص خد يا سيدي ده. رفعت؟ روح يلا. كابتن رمضان كم؟ معاذ محسن صالح. روح يا حبيبي. كابتن رمضان يلا يا كابتن. مرة بس يا عمر. سنك كويس. روح يا حبيبي. طالما الفكرة دي مش شغالة يبقى خليش. لازم بسرعة عضلة. بص. مفيش وشوف الألعاب كلها فين؟ ده كبير صغير قوي مش قلت لكم؟ بس كويس انا بحب الولد الصغير اللي بشخصيته مش قلقان من العيال الكبار. ده ابنكم تعالوا عشان تبقوا مواليد كام؟ عشان ما نضحكش على بعض. سيبيه يتمرن هو طالما شخصيته كويسه وحابب يتمرن بس محدش بيلغيه في التمرين. اللي هي كل شويه يعمل لكم كده ومش يبقى خلاص. قولوا له تعودوه اللي هو يبقى بسن كويس. مش راهب الموقف، مش قلقان، مش خايف من الكوره، العيال اكبر منه مش قلقانين، فدي حاجه كلها كويسه. يا كابتن هات العيال دي كلها. انت مالك يا حبيبي؟ وانت كام؟ هات انت الباقي تعالوا. ده لما كابتن رمضان ده اللي جوه في الملعب. عمر تخيل الملعب تاني. خلاص في سنة ايه؟ فين بابا ده؟ انا لا تعالوا سنة كام؟ عند مريض كام؟ سنه رابعه 2005. ما تجيبهمش عارف بقى هو مش عارف. تعالى بص انت الطقم ده كله كاتب برضه من ضمن الناس اللي احنا هنشوفها. انت ما قلتش اسمك ايه؟ مواليد كام يا احمد؟ ماشي احمد محمد 2005. طيب اللي بعده احمد محمد مواليد كام؟ 2005. احمد محمد 2005 ماشي. روحوا لي بقى انتوا عشان بس ما روح اللي خدت اسمه خلاص سجل يروح. الاثنين دول دعاء يعني لسه ولاده اقول له لسه بيتمرنوا معانا ده حاجه كويسه والله. انت مواليد كام؟ اسمك ايه؟ حسن ايه؟ عصام حسن. عصام حسن. خلاص اللهم احمد يا عادل. علي فرج. معالي فين علي؟ اصبروا يا جماعه. ناديلي ده احمد انت 2006 ماشي. انا عارف علي انا اسمي طيب طب اتمرنت تاني لعبت تاني ايه؟ ده علي. يعني انا كتبت له ده بكده صح؟ ما لفت نظر يعني. ده اسمك ايه؟ ايه؟ كريم يا جابر. سعيد. كفيل. ماشي يلا علي. مواليد كام؟ 2006. علي ايه؟ علي ايه؟ فرج؟ قدمه كام؟ 2006. خلاص ما حدش يمشي ويقول لي هناك تعالوا بقى. كابتن دولت اخر مجموعه كابتن رمضان. اخر مجموعه كده خلاص. يا تعالى جماعه اولياء الامور يا كابتن رمضان جماعه اولياء الامور بعد اذنك. جماعه اولياء الامور جمع حملي. ماشي حاضر خلص. مفيش مشكله بلغ اي حد اللي تعليمات مش انت معاه يلا يا كباتن. تعال نزل التاني.
الشباب. يا جماعه الناس تقعد كده في جنب. لا كله مفيش مشكله بالنسبه لي. يعني كل اللي عجبني برضه اللي ما فيش حد لفتنا، بس انا بدي فرصه تاني اللي هو عنده امل يبص عليه. لكن لو حد لفت نظر تاني واخده كده على طول اقول له تعالى نادي على طول، مش بستنى. لكن كل ده نديلهم فرصه المره الجايه اللي احنا نبص عليه، ولكن مش دولت اكيد احنا خدناهم. يعني في فرصه تانيه اللي ما بتاخدوش. الراجل ده صاحبي كابتن. خلاص مفيش حد يا كابتن. لسه كابتن ياسر اصر مع كل اللعيبه بعد اذنكم. كابتن ياسر اصر مع كل اللعيبه بس يرجعوا لورا. انا عايز اقول الامور هنا، اللعيبه هنا ولا الامور هنا؟ اللي سامعنا حتى لو بره مش مشكله. والله الامور اتفضل معانا هنا. اللعيبه الناحيه دي. والله الامور ما حدش لعيبه واقفه قصاد ولا الامور. بصوا يا جماعه. اللعيبه ال 11 اصروا مع كابتن ياسر. الاول السلام عليكم الاول. بالنسبه اللي احنا شفناهم النهارده يعني انا كتبت احنا عايزين، احنا جايين نودي دعوه من كابتن رمضان ان احنا بنقول احنا كابتن امام الرابع حتى اعتذر يعني حصل له ظرف يعني ان شاء الله يبقى معاه المره الجايه. احنا كل ما الولد سنه بيصغر كل ما احنا يعني حتى نديت فرصه ل 2004 و2005 و2006 و2007 السن اللي هو الصغير ده بقى ليه فرصه. السن كل ما بيكبر ما نضحكش على بعض بيبقى صعب عليك وعلينا. عشان يبقى واضح برضه الشباب دول. يعني انا بقول للسن الكبير كل ما تروح فرصه انديه روح اختبارات، لكن الصغار ممكن نقدر كل اللي بيلعب الكوره نقول كل اللعيبه هنا. الحاجه الثانيه كل الناس دي الولد مش رايحه مكان. احنا جينا خدنا بعض اللعيبه بصينا عليه، حته الولد بيختبر التاني دي بتاعته مع كابتن رمضان مش معانا. اللي بصينا عليهم احنا نبص عليهم تاني. انا عايز لاعبنا ده سواء انا جاي عن طريق دعوه او انا جاي عن طريق نادي، انا عايز لعيب انا جاي اسمي جاي بشعار اسم النادي. ممكن انت ابنك يلعب في حته ثانيه غير النادي الاهلي، بس انا جاي للنادي الاهلي. زي واحد بيبيع زي الناس بتوع الحلويات، واحد بيبيع صينيه بسبوسه غاليه قوي ب 200 جنيه، واحد تاني محل تاني بيبيعها ب 20 جنيه، انا عايزهم 200 جنيه. انا عايزهم ايه؟ 200 جنيه، ف 200 جنيه دي بدور عليها هنا واماكن ثانيه. الراجل تفضل مشكورك كابتن رمضان لما بعت لنا جينا، فاحنا بنبص على الكواليتي اللي عندنا، فاحنا هندي فرصه ثانيه اللي احنا اخترناه. ايه الفرصه الثانيه؟ اللي هيجي معايا زميل او زميلين هتبص على الولاد اللي موجودين الكويس اللي هنشم فيه ريحه هناخده نعمل ايه؟ نوديه النادي. ده كباتن اتفضل جوه النادي الاهلي هتمرن تمرينه 2 مش كويس ومش اسم النادي الاهلي نقول له اتفضل خلاص. دي اللي احنا بنعمله. طلع الكواليتي بتاعه كويس والمدرب اللي ماسك المرحله بتاعته قال لك انا عايز الولد ده يبقى انت اتفتحت لك زي ما بيقولوا ليله الايه؟ السما ان شاء الله. فده اللي احنا اجتمعت بكم بمناسبه الكلام ده. انا مش هدخل في اسئله كتير عشان لو احنا فتحنا موضوع الاسئله هتلاقي كل واحد عنده حاجه لابنه مخصصه، لكن انا بقول لك استمر في موضوع ان انت تودي ابنك اكاديميه، توديه لابنك نادي، توديه هو بيعلم. فده اللي احنا كانت الغرض منه النهارده اللي احنا بنبص على لعيبنا ده. وده اللي احنا بندور عليه. فانت ما تزهقش، ومش معنى ابنك لما جه النادي الاهلي او احنا بصينا عليه وهو مش موجود ومشيناه، لا ده مش شكلان فيه. زود، خليه يتمرن، خليه يلعب كتير. احنا كنا بنقعد 24 ساعه بنلعب كوره. زمان كان اللي يلعب كوره بيتضرب. دلوقتي ولي الامر يسيب الولد في الدراسه ويقول له تعالى العب كوره حاجه كويسه مش وحشه. تدليه عن حاجات كتير بعيد عن السهر وعن حاجات كتير انتوا عارفين احنا عندنا درايه بيه. فكل ده انت في الاول في ابنك نجح،
خليته التزامه بالصلاه، خليته التزامه بالاحترام لولي الامر، احترام حاجات كتير. مش شرط ابنك يطلع لعيب كوره يبقى بيلعب في نادي، بس على الاقل طلع استفدت منه ان انا لقيت ولد قدامي راجل بعيد عن حاجات كتير. فاحنا ان شاء الله هنيجي مره ثانيه من احدى الاختبارات اللي ما وفقش النهارده برضه من خلال كابتن رمضان اللي وفق معانا، وهنبص عليه مره ثانيه. ده مش من الكاس اللي احنا خدناه، انا باكد عليك اهو. شوفوا تاني، هتبص عليه تاني والله كويس. اللعيبه اللي ما شافتش برضه ابص عليها في تاني. المجموعه دي كلها ما هناخد من الاكاديميه دي واحد او اثنين تبص عليه جوه النادي الاهلي، ده انجاز. ماشي يا رجاله؟ ماشي. اشكركم طبعا، وانا اسف على ان انا اتاخرت عليكم شويه، وان شاء الله نتكرر باذن الله. بعد اذنكم كله مع كابتن رمضان بقى، مواعيد بقى. انا اول حاجه بشكر كابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي وقطاع ناشئين النادي الاهلي، بشكره شكر كبير جدا. وهي اكاديميه جماهير الاهلي اكاديميه عالميه مش اكاديميه محليه، لها فروع في 8 دول في اوروبا. 8 فروع في 8 دول في اوروبا، وغير دول عربيه وفي مصر. احنا ان شاء الله احنا اول اكاديميه اشهرت سنه 1/1، اشهرنا بتاريخ 1/1 سنه 2004. اول اكاديميه اشهرت في الشرق الاوسط كمؤسسه وتدريب وتسويق اللاعبين. يعني احنا بندرب ونسوق ونأهل اللعيبه تحت يعني اللي بزيارات واشراف ونجوم الاهلي، وبنحاول ان الناس ياخدوا اللاعب المميز. احنا ما بنضحكش على حد، اللاعب على حسب مستواه زي ما انتم شفتوا بنفسكم كاولياء امور وكلاعيبه. احنا الحمد لله بيجي وبنتكلم، فكل لاعب اللي ما فيش المره دي بيجتهد عشان يشوفه مره تاني ويبقى موجود ويبقى معانا في الاكاديميه لحد ربنا ان شاء الله ما يوفقهم. زي ما قال الكابتن ياسر مفيش حد بيطلع مره واحده، هي ايه بالتدريب بالمهارات اللاعب يقدر يوصل اللي هو عايزه بتوفيق ربنا ان شاء الله. تمام ان شاء الله. نقعد بس صف كده نوصل مع الكابتن ياسر اللعيبه. مفيش مشكله، اتفضل. اللعيبه الكابتن ياسر كبار ورا وصغيرين قدام. نزل قدامك عبد الرحمن اهو. شكرا. سادتي اهلا وسهلا بكم في قناه جماهير الاهلي من برنامج مواهب بلدنا. يسعدنا ويشرفنا ان نستضيف الكابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر ومدرب لقطاع الناشئين النادي الاهلي. اهلا وسهلا بك كابتن ياسر في جماهير الاهلي. اهلا بك يا كابتن. طبعا احنا سعداء جدا ان حضرتك بتحرص على زيارات وتواجد بالزيارات باكاديميه جماهير الاهلي، وده شيء يسعدنا. واحنا عايزين نسال حضرتك ايه راي حضرتك في البراعم ونهج الاكاديميه، وحضرتك منذ زمن بتجد زياره الاكاديميه؟ مفيش شك دي حاجه كويسه وحاجه بتبقى زي ما بنقول مبشره الحمد لله كتير، وفي اكاديميات كتير منها اكاديميات جماهير الاهلي. دي حاجه كويسه بتتسلم بصراحه وبتفتح في كل مكان، ودي حاجه بنشيد بيها بامانه. وانت قبل كده برضه عدينا بزيارات كتيره وكل الزيارات موجوده في جماهير الاهلي. دي حاجه كويسه بنتصل بيه، بنبص عليها ومن خلالنا احنا كاشخاص بصفه فرديه انا كياسر ريان باجي ابص عليها كل فتره حسب ما انت بتبعت لي دعوتك، وده حاجه جميله لان حسب نشوف المواهب اللي موجوده. بنتمنى ان احنا نلاقي مواهب يبقى موجوده في النادي، لا مش شرط النادي الاهلي بس، توجه اي انديه ثانيه سواء لزمالك اسماعيلي انديه اخرى. فدي حاجات بنبقى بنبشر بها الخير. واحنا وجودنا النهارده ونبص على بعض اللعيبه اللي احنا شفناها وقلنا نديلهم فرصه ثانيه عندك من خلال الاكاديميه. والله اذا لفت نظرنا حد يجي يلعب باسم النادي الاهلي مش هنتاخر عليه ان شاء الله. ان شاء الله. طب بالنسبه لحضرتك يعني حضرتك بتيجي زيارات الاكاديميه منذ سنوات، شايف حضرتك كيف خطوه ان جماهير الاهلي ابتدت تنتشر في الدول العربيه والدول الاوروبيه؟ شايف ايه الخطوات دي؟ هل ايجابيه او سلبيه او كانت ازاي يعني؟ هي ما فيش فيها شك، فيها جزء ايجابي وفيها جزء سلبي. الجزء هنتكلم على الجزء السلبي الاول. كل ما انا بعمل اكاديميات وما بوعدش الانديه فانت برضه بتبقى دي حاجه سلبيه بالنسبه لي او بالنسبه لك كاكاديميه. لكن انا لما باجي الايجابيات بتاعتي ان انا لما بنتشر في اماكن كتير ده حاجه كويسه، بس من خلال الانتشار لازم اخد لعيبه واديها الانديه. هيبقى برضه حاجه كويسه تحسب لي انا كاكاديميه طالع من عند الاكاديميه، برضه بحط
الاشواط اللي انا بوديه لعيب بوديه بعض الانديه اللي موجوده هنا والانديه اللي موجوده في الدول العربيه دي بتتحسب ليه. فكل ده مطلوب ان انا بشوف ايه السلبي وبقلل منه والايجابي بزود منه. احنا بالفعل تم تسويق لعيبه بره في امريكا المستعين جلوس في الدوري الفرنسي، وتم تسويق فعل لعيبه للجونه والانتاج الحربي وبعض اللعيبه للانديه الكبيره بالفعل، يعني الانبي وان شاء الله الاهلي. ده تم بالفعل وهو نزل في معظم مواقع وجرايد وبعض القنوات الفضائيه. في فتره بسيطه جدا بعد الثوره تم دوت، ولكن كان في من قبل الثوره، لكن انا بتكلم على من بعد الثوره، مع ان في رياضه متوقفه شويه في مصر، ورغم ذلك ان احنا حريصين عشان يكون في اعداد كبيره جدا في الاكاديميه، وان احنا شغالين ما قفلناش يوم من بعد الثوره ما تمت اللي هي 25 يناير حتى. ده حاجه كويسه. انا بقول لك باكد على كلامي دي، كل ما انت بتبعت زياره لعيبه كوره او مدربين في قانون الانديه، كل الحاجات دي بتحتسب لك انت، بتحتسب الاكاديميه، بتجيب زيارات، بتشوف يمكن انا ممكن اجي، ممكن زي زميل ليا تاني يجي، كل ده بيبص ممكن يلفت نظر واحد، انا يلفت نظر واحد، فكل ده كل ما احنا بتعمل زيارات للمدربين. النهارده اعتذر طبعا ان كابتن امين قريب عن وجوده بسبب برضه الشخصيه بعيد عن النادي الاهلي، الراجل ما كانش هيتاخر بس له الظروف اللي حصلت له. فاحنا بنتمنى كل ما انت بنيجي نبص، كل ما انت ممكن كل فتره نبص ناخد واحد او اثنين يتمرن وسط لعيبه النادي الاهلي والله. ودي حته اللي انت كاكاديميه توديه النادي يتبص عليه، ده حاجه كويسه والله. طلع لعيب كوره كويس، احنا كده بنفيد النادي بتاعنا. ما طلعش وجي ما وفقش برضه، دي خطوه بالنسبه للولد كويسه اللي هو عنده امل يروح انديه ثانيه. ايه حضرتك تنصح بيه اولياء الامور يا كابتن ياسر من خلال شاشه قناه جمال جدا؟ اللي انا بنصحه بيه، وانا يمكن انا قلت خلال اولياء الامور، الولد ابني مش شرط يطلع لعيب كوره، هو حته وجوده كلاعب كوره ده حاجه كويسه، بس ابعد عن حاجات كتير وحشه قوي زي السهر، زي حاجات انا مش عايز اذكرها طبعا من خلال الشاشه مش الشاشات، بس هو عارف ايه اللي انا اقصد بيه. لكن في الاول والاخر ولد يمارس الرياضه ده نجاح ليه ولاسرته. تمام. احنا في نهايه حلقتنا طبعا بنشكر كابتن ياسر ريان نجم النادي الاهلي منتخب مصر ومدرب قطاع ناشئين النادي الاهلي، وكابتن ياسر من اللعيبه ذو اخلاق عاليه في النادي الاهلي ومنتخب مصر. احنا بنشكره شكرا جزيلا جدا لتشريفه اكاديميه جماهير الاهلي ومن خلال شكرا.